المرأة إذا نام زوجها وهو غضبان عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح، كلام طيب. إنزين إذا حصل العكس وأغضب الزوج زوجته بدون وجه حق، أهانها، ضربها، شتمها، احتقرها بدون أي سبب بدون أي مبرر، عليه إثم. الله عز وجل يكتب له في كل خطوة لعنة، يمنع عنه رزقه، والله عز وجل يقلل من عافيته. بكل دمعة تنزل من عيونها الله يكتب له 1000 جمرة، نصفها في الدنيا ونصفها في الآخرة. المرأة لها مكانة يا جماعة في الإسلام. المرأة خلقت من ضلع الرجال عسب يحترمها ويقدرها، ما خلقت من أقدامه عسب يهينها ويحتقرها. أول من دخل الإسلام امرأة خديجة رضي الله عنها، حمت النبي، عطته كل ما تملك. المرأة في طفولتها تفتح لأبيها باب في الجنة، وفي شبابها تكمل دين زوجها، وفي أمومتها تكون الجنة تحت أقدامها. ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم.